ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل الفراخ المشوية بطريقة حلوة قوي قوي وتتبيلة تحفة. يلا هنبتدي الفيديو. حاجة كده اللهم بارك دايبة دوب وطعمها زي العسل. وكمان للناس اللي حابة تعمل رجيم هقولكوا طريقة حلوة قوي قوي لأكل الفراخ المشوية للرجيم. يلا هندخل على الفيديو بتاعنا، بس قبل ما نبتدي نصلي على النبي كتير كده عشان تحل بركة رسول الله في الفيديو. وما تنسوش تحطوا اللايك. فرخة كبيرة كده حجمها زي ما انتوا شايفين، يكون صدرها عريض اللهم بارك، وزنها 2 كيلو 100 جرام 2 كيلو ربع. وابتدي قطعيها زي ما انت شايفة كده، شرحيها من كل ناحية عشان يعني ما تاخدش وقت في السوى، لاني هنسويها بطريقة النهاردة جديدة. وكمان معلش الفيديو بتاع التتبيلة كان اتحذف من عندي عذرا. هي طبعا اي تتبيلة بتاعت فراخ بتحط لها بصلاية وطماطماية وكمان قرن فلفل حامي جدا، وكمان فصين توم، وتضربيهم في الكبة وتنزلي عليهم بالتوابل بتاعة اي فراخ مشوية. يا ريت تجيبي لها التتبيلة بتاعة الفراخ المشوية من بره. لو مش حابة شوية ملح وفلفل اسود وكمان بابريكا وكاري، وتحطيهم على بعض على الخلطة اللي احنا عملناها، وتدخليهم في اللحم بتاع الفراخ اللي احنا ابتدينا نشرحه زي ما انتوا شفتوا. تتنقع قد ايه؟ تتنقع من ساعتين ل7 ساعات في التلاجة. يعني يفضل ان انتي تعمليها من قبلها بيوم لو انتي حابة ان انتي تعملي فراخ مشوية او فراخ بالطريقة دي. تاني يوم هاتي بقى حلة كبيرة تكون هتاخد الحاجات اللي انا هقولك عليها، وكمان تكون تحتوي الفرخة كده وتتسقط فيها، ما تبقاش فيها اي حتة بره، ولما تتغطى تتدارى. هتحطي طبعا معلقة سمنة قليلة جدا، لانك طبعا الناس اللي بتعمل دايت او حابة يبقى فيه دهون قليلة هتحطي معلقة في حاجة ما بتلزقش، وتنزلي عليها بالفراخ تشوحيها على نار عالية جدا جدا، وتديها صدمة كده من كل ناحية وتحمريها كويس. بعد ما خلاص تاخد لون هتبتدي تطلعيها في حاجة، والدهون اللي ابتدت تنزل منها هتحطي عليها بصلاية كبيرة حجمها كويس جدا، كبيرة يعني تدي طعم كده للأكل، وهتنزلي عليها بمكعبين مرق وشوية ملح وفلفل اسود ونص معلقة من الشطة، ده لو حبيتي. بعد ما تحسي ان هي اتشوحت كده كويس واخدت لون حلو هتنزلي عليها معلقتين عسل اسود. ومش هتستني، هتنزلي على طول بنص كيلو من الفريك. طبعا انتي حابه تعمليها بالرز هتتعمل بنفس الطريقه وبنفس الوضع. مات البهاريس اللي نزلت من الفراخ، حاولي ما تغسليش الحله، او يبقى مثلا تحسي ان هي لا محروقه او محرمشه كده، لا انا اغسلها، لا هي انا عايزاها تاخد اللون بتاع الفراخ، وكل البهاريس اللي نزلت من الفرخه تفضل في التشويحه بتاعه البصل. حطيت هنا نص كيلو من الفريك، وابتديت احط المية اظبطها كويس جدا، وسقطت الفرخة فيها وهي يدوب بتغلي. خلاص بقى اخدت لها بالظبط ساعة الا ربع في السوا، اللهم بارك عشان الفرخة كبيرة اخدت وقت شوية. وكان الفريك زي ما انت شايفة مفلفل وابتدى يستوي سوا كامل. وكمان الفرخة حسيت ان انا اول ما غرست فيها كده معلقة او شوكة لقيت لحمها اللهم بارك طري، فطلعتها على بايركس وابتديت ادهن الوش بتاعها من الصلصة. صلصة عادية من البرطمان، او حتى لو عندك معجون صلصة عاملاه في البيت ممكن تستخدميه عادي جدا، مفيش فيها اي مشكلة. دهنت الوش بتاعها ودخلتها الفرن 10 دقايق. اخدت لون من الفرن بالشواية بس مش مشغلة الفرن خالص، وابتديت اطلعها اقلبها زي ما انت شايفة، وعملت نفس القصة في الوش التاني. لو مش حابة تعمليها بالوضع ده ممكن تاكليها زي ما هي. انا اديتها صدمة عشان تاخد لون، اديتها صدمة في الاول ولون علشان حتى لو ما حطيتهاش في الفرن تبقى شبه مشوية، او تبقى شبه يعني متحمرة، ما تبقاش مسلوقة. خلاص اخدت تحميرة كويسة كده جدا من الوشين، واللهم بارك كان لونها كده يفتح النفس. ابتديت اطلع نفس البايركس اللي عملت بيه، طلعت الفرخة وحطيت فيها شوية الفريك. مش قادرة اقولكوا طعمهم فوق التحفتين بشوية، لاني واخدين كل العصارة اللي نزلت من الفراخ، وكمان مديها طعم دسم جدا جدا. طبعا انا كنت عاملاه للدايت، بس حرفيا ما ينفعش خالص الوصفة دي للدايت، لان كل البهاريز بتاعت الفراخ والدهون والسمنة اللي كانت موجودة فيها نزلت على الفريك، فكان
بجد كانت دسمة جدا. طبعا الناس اللي ما بتحبش الفريك شوية معجن او كده ممكن تقلل شوية من المية او نسبة المية، لان الفريك مش زي الرز ما بيشربش مية كتير. كانت بقى بالمنظر ده دايبة دوب، مش قادرة اقولكوا طعمها تحفة. وكمان التتبيلة مع انها واخدة كام ساعة فيها كانت مديها طعم حلو جدا جدا، الفراخ دايبة. شوية بقى كزبرة او بقدونس او اي حاجة خضرا زوقيها من فوق، وبألف هنا وشفا على قلبكم. وفرت وقت ومجهود وكمان مواعين، ما اخدتش معايا اي حاجة لان كلها حرفيا اتعملت في حلة واحدة. لحد هنا الفيديو بتاعي كان خلص. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك، والسلام عليكم.